احنا قدام اقدم صيدليه عمرها 110 سنه. يلا بقى ندخل التاريخ مع صيدليه ستيفنسون عشان نعرف ايه حكايتها. واحنا دلوقتي من قلب الصيدليه ومعانا الاستاذ زهير، علم من اعلام الصيدليه اللي هيقول لنا التاريخ العظيم بتاع الصيدليه. ازي حضرتك يا استاذ زهير؟ اهلا بيكي. مرحبا. نورتونا ونورتوا المكان. ربنا يعزك يا رب. يعني احنا دخلنا التاريخ هنا. طب الزخانه ديت من 1915 تمام. في القاهره في مصر. اول واحده كانت في انجلترا في 1899. اللي عملها واحد انجليزي اسمه جورج ستيفنسون، عشان كده الصيدليه اسمها ستيفنسون. كل الديكورات حضرتك اللي هنا بالاجهزه بالاكويبمنت بتاعت الصيدليه بكل حاجه جت معاهم من هناك وتركبت هنا باي بيس. كانوا عارفين كل حاجه هتتحط فين وكل حاجه مكانها ايه. آه، اشتغلوا من 1915 لغايه 1948. جدي اشتراها منهم. جد حضرتك. جدي انا اشتراها اه. منهم في سنه 48، وبعدين احنا حافظنا عليها وسبناها زي ما هي وما حبيناش نغير فيها حاجه. يعني ما زال التراث بتاعها موجود زي ما هو من ايام يعني الانجليز. اي حاجه قدام حضرتك، الضرفه، الميزان، كل الحاجات دي موجوده من ايامهم هم واحنا حافظنا عليها. الزخانه هنا فيها المعمل جوه اللي كان بيحضروا فيه الادويه. احنا وتحت هنشوف دلوقتي اكيد. وتحت هنا في البدروم عندنا حوالي 7 غرف. جايبين تقريبا لاخر الشارع. دول كانوا في اوضه كانت مكتب، دي اللي كان فيها البارومتر وكان فيها الساعه، كان فيها الآلة الكاتبة اللي هنا. وفي أوضة كانت تحميض أفلام، عشان كده هتلاقي إعلان كودك وهتلاقي كاميرات هنا اهو قديمة. كودك هنا. كودك وكاميرات قديمة هنا. طب يعني دي مش صيدلية بس دي، يعني لا، مش. هي فكرة التحميض، لأنه المواد اللي هم بيستعملوها في التحميض الأفلام النيجاتيف بتاع زمان it's all chemical، مواد كيماوية. اه. يعني اه فاهمة؟ فعشان فعشان كده كده كانوا بيرجعوا بيعملوها في للصيدلية. عشان كده كانت بتتعمل في الصيدليه. ما كانتش يعني ما فيش زخانه تانية كانت بتعملها الا هنا، بس دي اللي كانت بتعملها. اه. على اساس في انجلترا وامريكا وكندا، يعني لغايه اما طلع بقى الديجيتال والحاجات الجديده. بدأوا يعملوا بقى معامل تحميض بره. ما بقاش في اه. تحميض، بقى الديجيتال بقت بقى على طول. بقت فقبل كده كان اي زخانه تخشيها في امريكا وفي كندا وفي انجلترا هتلاقي عندهم تحميض. تحميض. يعني هي الفكرة يعني بريطانية أو إنجليزية من أولها لآخرها. اه، وما زلتم مستمرين على التراث الإنجليزي. مستمرين على التراث. يعني احنا محافظين على التراث القديم بتاعها اللي هي معمولة فيه، بس يعني احنا ماشيين. بالإضافات بتاعتكم. مش بالإضافات، يعني في الأدوية العادية زي أي صيدلية تانية. اه يعني يعني هي عندنا صيدلية عادية، بس هي بجانب الصيدلية العادية فانتم ماشيين بالتراث اللي هو التركيبات والحاجات دي. عندنا التركيبات بتاعتنا، وسجلنا جزء كبير برضه في وزارة في هيئة الدواء. اه وقريب إن شاء الله بتبتدي تنزل يعني. ان شاء الله ربنا يوفقكم. أدوية. اه. تحت كان بيعمل الكوزماتكس، هنا كان في الأدوية. يعني حتى الحوض ده جاي من معاهم من ده زمان. الحوض. اه. هنا عندك الفيل اللي كانوا بيقفلوا فيه الحاجات اللي بتتركب، تحط في بوكسز. زمان عشان تاخدي رخصة الصيدلية لازم يبقى في معمل. المعمل لازم يبقى فيه الدواليب بتاع التوكسيك اللي هم هنا دولت، اللي اللي هي صورة هي السامة. السمنة والدراجز. اه. الشارع زمان كان اسمه شارع الملكة فريدة. اه هي دي الحاجات التوكسيك بقى. نعم. لا بس ما شاء الله يعني عالم من التراث. بس يعني دي الدفاتر اللي كانت بتتقيد فيها التركيبات. ودي الدفاتر الكتب اللي هي الدستور المصري بتاع الأدوية. اه انتوا جايبين كمان من الاساس مش احنا يعني. جايبين، هو أي صيدلية بتعمل تركيبات اه لازم يبقى فيه دستور الأدوية فيها. يعني زي رخصة كده. الرخصة. هو الدستور ده بيبقى فيه التركيبات بتتعمل من إيه وإزاي والنسب بتاعتها. اه. مش اي حد يعمل تركيبه من زي اي تركيبه بتتعمل لازم تبقى من الدستور بتاع البلد بتاعتها، دستور الادويه. ايوه ايوه.
متشكرة جدا ليك شرفتينا حضرتك يا يا أستاذ أستاذة، زهير، شرفتينا. وشكرا لحسن الاستضافة بتاعت حضرتك. نورتونا ونحب نشوفكم على طول. ربنا يخليك، ويا رب دايما شايفينكم في أحسن حال، لأن بجد التراث هنا عظيم جدا. يعني أنا لما مهما بتحبي حاجة وصفت، هتخلي بالك عليها. فعلا أنا مهما وصفت جمال الصيدلية والتراث بتاعها اللي محتفظين بيه لغاية دلوقتي، أنا مش هقدر أوفيه. ومتشكرة جدا لذوق حضرتك. شرفتينا يا فندم. شكرا.